ازيكم كل متابعينا عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. طبعا دي اخر فيديو لنوايا من العيد. عملنا الكحك والبسكوت والبيتيفور والغريبة. النهاردة هنعمل الصبليه بطريقة سهلة جدا، بطريقة بسيطة. هنعمل التحفة الفنية اللي انتوا شايفينها دي بحاجات بسيطة خالص. وتابعوا معايا الفيديو طبعا للآخر. لو انتوا أول مرة تشوفيني أو أول مرة تشوفين القناة بتاعتي، يا ريت تشتركوا في القناة كده وتفعلوا الجرس على الكل عشان لما ننزل فيديو جديد يوصلك إشعار جديد مني. بُصّوا، أنا شايفة جدل كبير جدًا، جدًا على السوشيال ميديا أو الفيس تحديدًا. يعني كل لمّا حد يعمل الصابليه تلاقوا ناس جزائريين بيدخلوا يعني يعملوا مهاجمات كده على الناس اللي بيعملوا الصابليه وكده. أولًا سواء جزائري، سواء مصري، سواء فرنسي، سواء بُصّوا من إيطاليا حتى. إحنا بنعمل وصفات. يعني أنا دلوقتي من زمان جدًا، جدًا ما كنتش أعرف أعمل الصابليه ده، تمام. فطبعًا عشان إن أنا أتعلم الصابليه ده ياخد كورس، يدخل فيديو عند أي حد إن أنا أتعلم منه، سواء إن أنا أتعلم وصفة جزائرية إن أنا أعملها. فده مش كون إن أنا كده بانسب الوصفة ليّا أو باقول إن دي اللي أنا بُصّوا اخترعت الوصفة دي، لأ طبعًا. فأنا حبيت بس إن أنا أقول لكم إن هي مش عشان إحنا بنعملها يبقى دي الوصفة بتاعتنا. إحنا بنشوفها على النت عادي وبنجرب وصفات كده بنعمل وصفات جديدة خلاص، سواء بقى جزائري، سواء فرنسي، سواء مصري. فده ما يزعلش حد إن إحنا بنعمل الوصفات بتاعتكم، لأن أنا باشوف مهاجمات جامدة جدًا، جدًا على الموضوع ده. تعالوا بقى نشوف هنعمل إيه النهارده في الصابليه بتاعنا، والعجينة بتاعته هتبقى عاملة إزاي. أول حاجة يا بنات، لو أنتِ بتعملي لبيتِك بلاش تعملي كمية كبيرة، يعني مثلًا كيلو. لو أنتِ هتعملي أوردرات عادي تمام مش مشكلة، اعملي كيلو ما فيش مشكلة. لكن أنا عشان هاطلّعه أوردرات وكده، فأنا عملت كيلو دقيق، 700 جرام من الزبدة، سواء بقى زبدة فرن، سواء زبدة جنة، كريستال، أي نوع زبدة أنتِ عايزاه. ومعايا 250 جرام من السكر البودر. خلاص، الصابليه ما بتضافش ليه بيض، ما فيش أي حاجة زيادة عن اللي أنتم سمعتوها دي. تمام كده. حابة طبعًا تزوّدي السكر عادي ما فيش مشكلة، بس أنا بصراحة في النواعم بالذات ما باحبش إن أنا أزوّد لها سكر. ليه بقى؟ لإن زي البيتيفور كده مثلًا، لإن أنتِ لسه هتضيفي شوكولاتات وكده، عشان بس السكر ما يبقاش عالي، فما تقدريش إن أنتِ تاكلي قطعة أو كده يعني. خلاص، جِبت بقى اللي هي المفارش بتاعتي دي. هي مش مفارش، هي حاجة اسمها مناديل بتتفرش تحت طبعًا في الكراتين. أمّا تيجي مثلًا تغلّفي الكحك والبسكوت وكده، بييجي الكيلو كمية كبيرة تفردي. أو ما فيش عندِك مثلًا الأكياس دي، تقدري أنتِ تجيبي مثلًا أكياس نضيفة أو مفارش اللي هي السيليكون النضيفة، تفردي قطعة عجين بين الكيسين كده، وبنشابة بقى عندِك أو بمردانة أو أي حاجة، وتبدئي تعملي بالقطّاعات بقى، أي قطّاعات عندِك. بُصّوا الصابليه ده يبقى لعبتِك في التقطيع ده. أي قطّاعات عندِك، سواء بقى مربع، سواء دايرة، سواء قلب، سواء في قطّاعات أصلًا مخصصة للصابليه طالعة أصلًا. يعني بُصّوا بتبقى مجموعة كده مع بعضها. خلاص تقريبًا بتكون ب45 أو ب50، يعني هي مش غالية. وفي القطّاعات كمان البلاستيك دي اللي أنتم شايفينها دي، بتبقى بقى اللي هي الدواير والمربع والمستطيل، أشكال كتير بقى وأنواع كتير. في كمان قوالب الطرد اللي أنت عايزاه. طبعًا بعد ما أنا سويت الصابليه بتاعي في الفرن وكده، بياخد درجة حرارة متوسطة. طلّع معايا الكمية اللي أنتم شايفينها دي. عايزة أقول لكم كمية كبيرة جدًا. أنا عايزة أقول لكم إن أنا عملت نُص الكمية، طلّعت منه تقريبًا كيلو ونُص. خلاص، واتفضل عندي كمان كمية وريتها لكم في أول الفيديو. يعني ممكن الصابليه ده يطلّع معاكِ 2 كيلو ونُص أو 3 كيلو إلا ربع من الصابليه، بعد التزيين طبعًا، مش كده. تعالوا بقى نعمل بُصّوا إحنا عايزين نعمل الوردات زي مثلًا مربى الحليب. عايزين نعملها بطريقة سهلة وبطريقة بسيطة زي ما أنتم بتشوفوا طبعًا في الفيديوهات وكده. هنعمل الجناش الاقتصادي، الجناش الأبيض. ممكن نعمله برضه بالجناش البني عادي ما فيش مشكلة. عملت نُص كوباية من المَيّة، معلقة كبيرة من الكريم شانتيه البودر،
معايا كمان قالبين كبار من الشوكولاتة البيضا. طبعا القالب من ده 100 جرام، يعني دوت 200 جرام، بما يعادل قالب من الشوكولاتة اللي انت بتشتريه ب35 جنيه تقريبا يعني. خلاص، بعد طبعا ما حطيت المية مع كريم شانتيه باودر مع وقلبتهم الأول على البوتاجاز يسخنهم. جبت بقى قالبين الشوكولاتة وحطيتهم مع بعض كده وقلبتهم. بعد ما سخنوا معايا نزلت بمعلقتين زيت عشان بس الجناش بتاعي يكون فيه لمعة كويسة كده. هبدأ بقى بعد والجناش بتاعي سخن عادي مفيش مشكلة. أنا كان عندي بصوا زبدة لوتس، وكان عندي كمان زبدة فستق، وكان عندي نوتيلا بيضة أو وايت شوكليت زي ما انتوا بتقولوا يعني. خلاص، جبت البولات بتاعتي بقى، قلبت كده، بقيت قسمت الجناش بتاعي اللي انا عملته الاقتصادي، وزي ما انتم شايفين كده في كل طبق حطيت شوية جناش، وابتديت بمعلقة واحدة بس هعمل هسيح كده سواء بقى زبدة لوتس او مثلا زبدة فستق، اي حاجة اي نوع انت عايزاه، حتى لو مربى حليب عادي مفيش مشكلة، تسيحهم كده مع البتاع ده. والتاني النوع الاخير ده بلو بيري. خلاص، مع ان انا مش بحبه، بس انا يعني انا حبيت لونه بصراحة يعني، بس ما نفسيا لا ما بحبوش، مع انه على فكرة غالي. جيت بقى دلوقتي اقفل الاشكال بتاعتي. طبعا انا كنت عاملة اشكال مربعة ودواير ونجوم وقلوب، اشكال كتير جدا من اشكال الصابليه. عملتها وكانت بقطعات من عندي، يعني مش مقطعات مخصصه للصابليه. فعندك اي قطعات تعملي بيها. لو انت عايزه مثلا تعملي القطعات اللي هي المربعه دي ولها فتحه من فوق، بتبقي صغير خالص تعملي المربع، وبتبقي صغير تفتحي الفتحه بتاعتها من فوق. مفيش اي مشكله خالص، ومش هتقابلك اي مشاكل خالص. تمام كده. هبدأ بقى ان انا اسيح شوكولاتة بيضة وشوكولاتة كمان غامقة. وبعد ما قفلت كل الاشكال بتاعتي زي ما انتم شايفين كده، هبدأ بقى ان انا اجيب الشوكولاتة وبشوكة كده ودبتين كده لغاية ما الشوكولاتة الزيادة كلها اللي زايدة على الشكل اللي احنا عاملينه تنزل. تجيبي بقى صينية وتفرشي مثلا برضو يا حاجة سيليكون، يا مثلا المفرش ده، او كيس تلاجة تفتحيه نصين، تبدأي ان انت تحطي عليه الاشكال بعد ما تغطسيها في الشوكولاتة. لو حطيتها في الصينية على طول هتيجي تطلعيها الصابلية تتكسر منك، والشوكولاتة هتتكسر منك، مش هتبقى احسن حاجة. خلاص، لكن طبعا لو انتي عاملاها كده زي ما انا عاملاكي، هتيجي تبصي تلاقي لما تيجي تطلعي الشكل هتلاقيه بتطلعيه بكل سهولة خالص. عملت شوكولاتة بيضة وشوكولاتة كمان بني. فانا هبدأ دلوقتي ان انا كان لسه فيها قطعة شوكولاتة، انا سيحت شوية شوكولاتة، وبعد ما سيحتهم حطيت كمان قطعة كده يجي 50 جرام، علشان تديني لمعة للشوكولاتة أو للصابليه كده بعد ما زينه طبعا. أخدت شوية شوكولاتة بيضة، أحط بس عليها معلقة فستق، زبدة فستق صغيرة، عشان أعمل برضك أشكال، يعني ما يبقاش مثلا إيه الصابليه شوكولاتة بني وشوكولاتة بيضة. لا، أنا عايزة إن أنا أغير في الأشكال بتاعتي أو الألوان بتاعتي، يعني عايزة حاجة كده يبقى فيها إيه آه، شكليا حلو، فتدي بهجة كده للحاجة. يعني عايزة أقول لكم إن العين بتاكل الأول قبل البق، عشان بس تبقوا واخدين بالكم. خلاص، جبت الشوكة كده زي ما انتم شايفين، وابدأ ان انا انزل كل الشوكولاتة كلها ازاي ده، سواء بقى تعملي بزبدة لوتس، او مثلا زبدة فستق، تعملي مثلا بنوتيلا بني، اللي انت عايزاه. خلاص، يديك الشكل الحلو ده والالوانات اللي هي بتبقى يعني مبهجة كده. عايزة اقولك ان انا نزلت الصورة بتاعت الصابليه بتاعي ده على الصفحة عندي، ان جالي كمية آه، اقول لك ايه، بس كميه اوردرات منه. بس عايزه اقول لك ان ده متعب جدا جدا جدا، يعني تعملي 10 كيلو كحك و10 كيلو بسكوت، 10 كيلو بتفور، وما تعملي صابليه خالص، بجد شغله متعب. هو عشان كده غالي، يعني الاسعار بتاعته غاليه جدا. خلاص، وحسب برضو التزيين، يعني ممكن في ناس يعملوا صابليه ويعملوا التزيين بتاعه هادي ويطلعوا الاسعار رخيصه وكده. خلاص، بس انت عشان تعملي الحاجة يا تطلعيها صح وتصوريها صح، يا ما تعمليش. تمام كده. زي ما قلت لك انا طلعت كيلو ونص من الصابليه ده بعد التزيين. ولو فاض عندك طبعا صابليه ومش حابه ان انت تزينيه وتسيبيه مش متزين، عادي مفيش مشكله. انا عملت فعلا كده، طلعت كيلو ونص اللي كانوا مطلوبين مني يومها، طلعتهم، والباقي سبتهم في صينيه كده، وحطيتهم وغطيتهم بستريتش راب.
خلاص. ف هيفضل معاكِ فترة لغاية ما طبعًا ما ييجي لِك order تاني تطلّعي بقى تحطّي في الشوكولاتة وتزيّني وكده. خلاص. بس هابدأ بقى إن أنا أعمل بقى بالشوكولاتة وكمان بزبدة اللوتس، هاعمل بأشكال كتير، وعملت كمان بالبلو بيري ده، حطيت برضه معلقة منه، برضك ادّاني لون حلو وشكل حلو، بسم الله ما شاء الله يعني اللهم بارك. عاطي يعني حاجة حلوة كده. خلاص نبدأ بقى نيجي إيه الصابليه الجزائري، عشان إيه يعني أصل هُم بيزعلوا أوي لمّا نعمل صابليه ونقول ننسبه لنا، أنا مش والله العظيم يعني مش واخدة الوصفة وأكتب عليها اسمي، يعني أنا مش هاكتب عليها اسمي، هي وصفة عجبتني وحبيت إن أنا أنفذها. خلاص، يعني أنا لو واخدة مثلًا أي فكرة من أي فيديو، هل أنا كده خلاص أنا اللي مطلّعة الفكرة؟ لأ طبعًا، أنا فكرة عجبتني حبيت إن أنا أنفذها بس مش أكتر. بس جِبت بقى قوالب القوالب السيليكون اللي عندي دي، حبيت إن أعمل منها أفكار اللي هي صابليه الفرنسي زي ما الفرنسي لأ الجزائري. ابتديت إن أنا أجيب شوكولاتة وأحطها في القوالب بتاعتي وأعملها كده بالفرشة عادي ما فيش أي مشكلة خالص، عشان أبدأ إن بقى إن أنا أحشيها سواء مربى حليب بقى أو بسكوتات أو أي حاجة شوكولاتات اللي أنتِ عايزاها زي ما أنتِ شايفة كده. تمام؟ بس هاجيب بقى المربى الحليب زي ما أنتم شايفين كده، وأجيب كان عندي سوداني، هاحط كمان سوداني، وأبدأ أعمل بسكوت كنت عاملاه نفس المقاس بالضبط بتاع القالب ده، وكنت عاملة كمان مدوّر عشان يعني أطلّع شكل حلو كده للصابليه أهو زي ما أنتم شايفين كده، وأبدأ إن أنا أجيب الشوكولاتة وأغطيها بس. وبس على كده أول ما بتخرج من القالب باحطها بقى سواء بقى في الكرتونة أو مثلًا تشيليها في علبة لوقت التسليم. ممكن بقى تعملي كمية كبيرة زي ما قُلت لِك طبعًا كيلو دقيق هيطلّع معاكِ 2 كيلو ونص، 3 كيلو إلا شوية، حسب طبعًا التزيين، حسب كمية الشوكولاتة اللي أنتِ هتضيفيها للسابليه. وعايزة أقول لِك إن السابليه مُجرم شوكولاتة، أقسم بالله بياخد كمية شوكولاتة رهيبة، سواء مثلًا شوكولاتة بقى غامقة، سواء شوكولاتة بيضا، بتاخد كمية رهيبة. عملت كمان المولد ده كنت اللي هو المولد السيليكون ده، كنت عاملاه بُصّوا عاملة زي طاقية السلطان كده، هي الشكل ده حلو وفي منه برضه شكل كبير بس ما لقيتوش في المحل اللي أنا باشتري منه، فجِبت الشكل ده، ممكن برضه نستخدمه للتورت. عايزة أقول لكم إن القوالب دي يعني أنا باجيبها مش بابقى مثلًا عشان وصفة واحدة، لأ أنا باجيبها عشان برضه شغل التورت وكده يبقى موجود عندي، ولو جالي شغل نواعم أو شغل صابليه تبقى موجودة عندي يعني. خلاص، يعني مش بخسارة بمعنى أصح. عملت كمان القالب السيليكون ده، عملت شوكولاتة وحطيت مُربّة حليب، وبعدين حطيت قطعة من البسكوت فوق كده أو قطعة من الصابليه، وغطيتها كمان بالشوكولاتة. وعملت كمان قالب السيليكون ده كمان أشكال بقى، عملتها أشكال زي ما أنتم شايفين كده، وابتديت بقى إن أنا أعمل بقى الأشكال اللي هتتحط على الصابليه. تمام، اللي أنا عاملاها معاكم من شوية، دخّلتها بس التلاجة. وعلى فكرة في الجو اللي إحنا فيه ده لو أنتِ سِبتيها على الرخام بتاعة المطبخ عادي هتجمد معاكِ وهتمسك معاكِ وتقدري بقى تعملي روزيتات وكلام من ده. وعايزة أقول لِك إن الروزيتات دي لو أنتِ سِبتيها بس ساعة كده على الصابليه، يعني لمّا تيجي مثلًا تحطي بقى الصابليه على بعضه وكده، مش بتتأثر إن أنتِ بقى لو جيتِ حطيتِ إيدِك عليها كده إن هي مثلًا تبوّظ إيدِك أو تبصّم أو كده لأ، أو تطلع في إيدِك لأ. بتبقى مش زي الكريم شانتيه يعني بمعنى أصح، تيجي تحطي إيدِك عليها تلاقيها مضبوطة وتفضل الرسمة زي ما هي. خلاص، هاوريها لكم بس دلوقتي ثواني كده. هابدأ بقى إن أنا أعمل أشكال بقى بأي نوع أنتِ عاملاه بقى، سواء زبدة لوتس، سواء بزبدة الفستق. خلاص، وابتديت إن أنا أعمل بقى الأشكال بتاع الشوكولاتة، وطلّعت القوالب اللي أنا عاملاها بتاعة قوالب السيليكون، ابتديت إني أعمل بقى روزيتات عليها. شُفتوا بقى اللون عامل إزاي، لون حلو أوي بصراحة يعني. حابة تعملي بس بالشوكولاتة البنية عادي برضه ما فيش مشكلة، أي حاجة عندِك متاحة اعملي بيها. عايزة أقول لكم إن الصابليه أنا باشوف ناس كتير جدًا، جدًا بتزين نُص وتسيب نُص، بتعمل شغل بسيط جدًا، بس أنا حبيت إن أنا أطلّع شغل حلو كده زي طبعًا الصابليه اللي إحنا بنشوفه، الصابليه الجزائري زي ما هُم بيقولوا.
الحمد لله، الحمد لله طلّعت كمية حلوة، ولمّا نزّلتها عندي على الصفحة وعلى الجروب ما شاء الله نالت إعجاب ناس كتير جدًا، جدًا. بس عايزة أقول لكم إن شغل الصابليه مُتعب جدًا، جدًا، جدًا. خلاص، فهو عشان كده غالي. تمام كده. بعد كده بقى تقدّمي بقى للضيافة والمكسرات اللي أنتِ عايزاها بقى، اللي أنتِ حاباها مكسرات تعمليها عادي ما فيش مشكلة. وده كان شكل الصابليه بتاعي، بسم الله ما شاء الله اللهم بارك يعني، حاجة كده فاخر من الآخر. لو الفيديو عجبِك بقى، لو أنتِ وصلتِ لغاية هنا في الفيديو، يا ريت تحطّي اللايك بتاعِك الحلو، كومنت جميل منِّك وتقولي لي بتتابعيني منين. وده كان الفيديو بتاعي، آخر فيديو طبعًا من نواعي من العيد، وكل سنة وأنتم طيبين، ربنا يا رب يعود علينا الأيام بخير، وكل سنة وأنتم طيبين، وأترككم بقى في رعاية الله، أشوفكم في فيديو جديد إن شاء الله.